اليوم بمناسبة الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر الدموي اللي نفذوه هذول الشلاتية العصابجية مال حماس بدعم من إيران. هذول الشياطين الأشرار اللي كل همهم الخراب والهلاك والتدمير. دمروا العراق، وطبعا أهل العراق وأهل سوريا ولبنان هم لا يستطيع أحد أن يركب ظهرك إذا لم تكن منحنيا، فحاولوا همين يركبون ظهر إسرائيل، بس إسرائيل ما انحنت لهم، دقتهم خوش دقة، بس والله كله قليل بحق. بس أريد أقول أنه هذا اللي صار لأنه اليهود وصلوا فد مرحلة جتهم فد فترة بدوا يريدون يصدقون الكذبة اللي تقول أنه إحنا نريد سلام مع العرب يعني أكو أمل أنه تسوي سلام وياهم. أي بعض العرب مو كلهم، بس هذول مو مسألة لأنه عرب ومو بس لأنه مسلمين، ولا هو المبدأ الإسلامي له يد كبيرة بهذا الموضوع. يقول لك لازم تخرجوهم من جزيرة العرب، واليهود لازم تقتلهم، والصخرة تنادي ورايا يهودي، ومدري من هالخريط هذا مال محمد المعوق. حشا المعوق يعني، بس هو مخبل مجنون هذا محمد، كلهم تبعوه. على كل حال هي المسألة أنه مو بس أنه هم يكرهون اليهود بس على مود أشياء دينية أو أشياء قومية، لا، يكرهوهم لأنه أحسن منهم وما يقدروا لهم، ولأن إسرائيل كاسرة عينهم. واليهود كانوا وصلوا مرحلة يريدون يصدقون أنهم هم ممكن أن يوصلون إلى حل، يحاولون يلقون حل سلمي، فقاموا يداروهم الأهل غزة ويحبوهم ويصادقوهم ويدخلوهم بيوتهم، واللي تجي تنظف من غزة تدخل ببيوت اليهود تندلها وين حاطة جواهر، ويطبون يشوفون بيوتهم حلوة ويشوفون شلون عايشين وعندهم حرية وشلون حياتهم أحسن. فتحقد هاي الغزاوية اللي تدخل ببيت اليهودية حتى تنظف لها، وكانوا يدخلون همين الرياجيل الغزاويين يصلحوا لهم ببيوتهم. فعرفوا منين يطبون منين يطلعون، وسووا نفسهم أصدقائهم، وكانوا يداروهم وياخذون أطفالهم للمستشفيات ويطلعون وياهم ويقعدون وياهم ويحترموهم ويباتون عندهم، صاروا أصدقاء وياهم. فأرجو أنه هذا يكون درس مو بس لليهود، لكل الناس حول العالم. لما تعرف شخص يكرهك لا تقول لي أنه لا بس إحنا إذا نصير زينين غصبا عنهم راح يصيرون هم زينين. لا، ما يصيرون زينين. الحاقد والشرير واللي بقلبه شر هذا ما يعرف يحب. اللي يكره ما يعرف يحب، واللي يحقد والنفسيته ضعيفة وابن فقر ومقدي وناقص ويشعر بنقص، وش ما تسوي له كل ما تسوي له زين كل ما يكرهك أكثر، هذا ماكو فائدة، هذا بس يموت لازم. أو على الأقل إذا ما تريد تموته أو ما تقدر تموته، على الأقل لا تدخله بيتك، لا توثق بيه. هسه يسوع قال أحبوا أعداءكم، بس ما قال أوثقوا بأعدائكم. ما يصير نوثق بأعدائنا، هذول أعداء، هذول يكرهونه، هذول مو بس يكرهون اليهود، هذول يكرهون كل البشرية. هذول لو يقتلوه للبشر لو لازم يصير مثلهم، يصير هتلي ومسقط مثلهم، كلهم حشاش هذول. شكو يعني شنو ذولا؟ هم ذولا اللي راحوا صاروا بالميليشيات؟ شنو هم؟ منو هذول؟ هم هذول فد ناس ساقطين فاشلين، تلقي ابوه مطرده من البيت، طايح حظه حش السامع، لا مدرسه كمل، لا بيده صنعه، فاشل قاعد على القهاوي، جوي ذولا، ويحشش حشاش مقضيها مخدرات، ويطلع بالشارع يتحرش بهاي ويغتصب ذيك، والشرطة تركض وراه ومصايب عنده ويكذب ويبوق. جوي ذولا استثمروا بيهم. جتي إيران قالت إيه هاي أحسن، هاي خصبة تربة خصبة استثمر بيها وأدمر. زين، فهم هذول يعني من فاشل
إلى ثاني يوم يقعد الصبح هو بطل. يعني هاي الوصفة السحرية للوصول السريع. وفلوس، يعطوهم فلوس، مخدرات، هاي مخدرات. تريد نسوان، طلعوا اغتصبوا قتلوا بوقوا، وهاي ما هو هذا شغلهم هم. يعني اذا وقفت الحرب هذول هيك شكولات، شو يسوون اذا ماكو حرب؟ شو يسوون؟ لازم يروح يشتغل، لازم يروح يدرس، والا راح يبين هو طايح حظه ملطلط في الشوارع وما حد يحترمه. بس بالحرب والتفجير والقتل والاغتصاب، ودا نقاتل اسرائيل على اساس يعني اذا اسرائيل راحت هم يعني ايش راح يسوون؟ راح يبطلون يقعدون؟ ما راح يفجرون ويقتلون؟ راح يلقون همين غير طريقه حتى هم يفجرون ويقتلون ويذبحون. بالعراق مو ذبحوا، مو اغتصبوا، مو كتلوا عالم، مو بسوريا نفس الحاله سووا هيجي، مو بلبنان يتعدون على العالم، بفلسطين هي نفسها. مو يجيبون بنات يتحرشون بيهم ويتعدون عليهم ويودوهم لهذا خامنئي. يعني مؤسسات للشر والدعارة والمخدرات والقتل. يعني صناع الموت ذولا ما يعرفون يصنعون حياة. ذولا لا هم عايشين ولا يريدون يشوفون غيرهم عايش، وينغثون وينقهرون من المرتاح. فإسرائيل شقد بيج حيل يا إسرائيل، ودق بيهم، امحيهم محي. وحتى الناس اللي تقولوا عليهم أبرياء، لا مو أبرياء. الأطفال والنساء مالتهم اللي هم الحاضنة الشعبية، هذول الفلسطينيين واللبنانيين، دول الشيعة والعراقيين اللي محتضنين هسه الميليشيات، وحتى لو مسيحيين مهما كان دينهم، كل واحد يحتضن الميليشيات ويكون حاضنة شعبية لهم. وطلعوا يحتفلون بالشوارع، يسحلون بالجثث مال الإسرائيليين بالشوارع. وب 9/11 من صارت هاي الضربة على أمريكا، هم طلعوا يحتفلون بالشوارع، يحتفلون بالموت. مدام هم يحتفلون بالموت ويعتبرون انتصار ويسووه عيد ويحتفلون به، فليحتفل بالموت يجي الموت، وما انقهر عليهم، وما اصلا ما تنهز شعره من عندي على مودهم. هذول يستاهلون وانقص. اللي دا يصير بيهم هذا هم قليل بحقهم. وهذا خامنئي وغيره، هو ترى مو بس صوج خامنئي يروح يحجي غيره اذا انتم اكو حاضنه شعبيه. اذا هم هذول الناس شعوب مكفخه وما تحب احد يسوي لها بلد بيه خير، تريد حرامي وتريد كذاب وتريد ناقص وازعر واشقياء يتباهون بالشقوات مالتهم. فبما انه المجتمع يحترم الناس التافهين والاشرار، فطبعا دائما يسلط عليهم شرير. شنو يعني هذا جاهم من القمر؟ هذا الشرير هو واحد منهم وبيهم. واسرائيل تنتصر لانه كلهم قلب على قلب، واحد يحب الاخ. وحتى لو يختلفون بالراي، بس مو مثلكم، واحد يقتل بالاخ، واحد يذبح بالاخ، واحد ينطي بالاخ. الاخ اذا شاف ابن اخوه صار احسن من ابنه يقوم يحقد عليه ويكره. الاخت تتغار من اختها. المرأة عندنا تنطي بمرأة وتصير ضد حقوق المرأة. هي المرأة نفسها بالشرق الاوسط هي ضد المرأة. فما تقوم لكم قائمة. هيك مجتمعات ما تقوم لها قائمة. انا كنت عايشة بالعراق وكنت مسلمة، هسه جيت وعايشة بامريكا واشتغل واسوق شاحنة واشتغل بتعبيد الطرق والجسور، وكلهم رياجيل وياي. شو ما حد يتعدى، ما حد يتحرش. بس بالعراق وحده مرة تقدر تشتغل ويا الشاحنات والطرق والجسور يتحرشون بيها، واذا ما تعطيهم مجال يتعدون عليها، يوقفوا لها بالطلعه، يختطفوها، يغتصبوها، يخبلوها، يدمروها نفسيا. ما يقدرون هم مجتمعات ما يقدرون يشوفون احد براسه خير، خاصه المرأة. فطايح حظهم. مجتمعات ما يصير لها شارع، ما لهم حل. هيك مجتمعات ما لها حل غير بس الموت. ابو عاده اسال عن سلامته، ما يجوز
هذا هو وضعهم هيج، وهذول لو يموتون، لو راح هم يموتون البشرية ويفنوها كلها. فزين دا تسوي بيهم إسرائيل. وأتمنى للمخطوفين يرجعون والرب يشفيهم ويكونوا ويا عوائلهم ويعزيهم. وإسرائيل تنتصر بالحرب وترجع تبني البلد وترتبه وتتوسع، والجاي أحلى، والأشرار ينقرضون. آمين.